السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة المسقعة أو طاجن المسقعة بطريقة حلوة جدا. احنا طبعا عايزين كيلو بتنجان أو كيلو ونص على حسب ما انتوا عايزين الكمية. أنا طبعا جايبة البتنجان، بس أنا بوريكم طبعا أنا هقطعها ازاي دلوقتي. زي ما احنا شايفين كده، بصوا هنقطع كده بسم الله، وبعد كده نعملها زي ما احنا شايفين كده بسم الله. طبعا هنعمل كله كده زي ما احنا شايفين كده. بصوا كده زي ما احنا شايفين. بصوا بقى هنقطعه الصوم كده كده زي ما احنا شايفين برضو كده. بصوا هو ده السمك اللي انا عايزاه. هنقطع بقى الكميه كلها كده كده زي ما احنا شايفين. بصوا طبعا لو كبير هنقطعها بالشكل ده، لو طبعا بتنجان صغير هنقطعه بالشكل زي ما احنا شايفين كده. ده بس كده بقى خلاص، يعني الكميه كلها خلصناها دلوقتي. عشان الزيت يبقى نضيف هننزله في الدقيق وبعد كده نقليه في الزيت. دلوقتي كمان انا جبت كام فلفل رومي، واللي عاوز يحط فلفل حامي براحته، بس انا عشان الولاد مش بحطه. بصوا هقطعه واشيل منه البذر كده عشان برضو هنقليه بعد البتنجان. كمان قطعت بطاطس، انا بحب احط معاها بطاطس برضو هنحمرها، قطعتها برضو شرايح كده هوريها لكم ازاي، وبعد كده برضو هنقليها في الزيت. دلوقتي برضو زي ما احنا شايفين انا جبت كام حبايه بطاطس، طبعا زي ما انتوا عايزين، كميه زي ما انتوا عايزين. وطبعا قشرتها وقطعتها زي ما انتوا شايفين بالثوم كده عشان ما تتهريش. برضو هقليها في الزيت وهحطها برضو في المسقعه. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده انا عايزه فصين توم او 4 فصوص زي ما انتوا شايفين كده مهروسين، عشان هعمل دلوقتي بقى الصلصه بتاعه المسقعه. طبعا انا بحبها خفيفه فبعمل بزيت ذره. هحط كده 4 معالق زيت ذره كده بسم الله. اللي ما عندوش زيت ذره ممكن يعمل بزيت عادي، بس ما يبقاش ليه ريحه. كده هنزل بالثوم المهروس بسم الله. طبعا دي كيلو طماطم، طبعا خلطها في الخلاط ومصفياها. دلوقتي بقى هننزل بيها على الثوم زي ما احنا شايفين كده بسم الله. هننزل بالصلصة او الطماطم على الثوم. هنزل كمان بمعلقة صلصة زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده انا جبت معلقة صغيرة كمون، ومعلقة صغيرة كزبرة، ومعلقة كبيرة ملح، الملح حسب الرغبة، وكمان معلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة صغيرة فلفل، وكمان ربع معلقة صغيرة سكر. بس التوابل دي اللي هنحطها دلوقتي في الطماطم. دلوقتي بسم الله هنزل بالتوابل كلها زي ما احنا شايفين كده. نقلب كده كمان. بقى عايزه اقول لكم على حاجه، هحط معلقه خل، معلقه كبيره، بس نسيبها بقى لغايه ما تتسبك. طبعا دلوقتي احنا هنسيبها تتسبك لغايه اما نقلي طبعا البتنجان والفلفل والبطاطس. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده احنا جبنا الدقيق. طبعا هنقلي البطاطس الاول. طبعا هنعملها كده زي ما احنا شايفين وعلى الزيت على طول. تاني هعمل معاكم واحده تاني كده زي ما احنا شايفين كده. طبعا انا بعمل كده عشان ما نهدرش دقيق او اي حاجه زي ما احنا شايفين كده على الزيت برضو بسم الله كده. زي ما احنا شايفين البطاطس بتتقلي دلوقتي، تاخد اللون الذهبي كده شويه واطلعها. كده خلاص زي ما احنا شايفين بسم الله. بصوا
كده خدت اللون الذهبي، خلاص كده هطلعها. بصوا بسم الله اهو خدت اللون الذهبي كده، خلاص هطلعها. زي ما احنا شايفين كده خلاص خلصنا كمية البطاطس قليناها. دلوقتي بقى هنقلي البتنجان. دلوقتي تعالوا مع بعض نشوف بقى الصلصة زي ما احنا قلنا اتسبكت كده ولا لسه. كده زي ما احنا شايفين كده خلاص كده استوت. دلوقتي هنطفي عليها. بصوا زي ما احنا شايفين، بصوا كده القوام بتاعها حلو جدا كده، خلاص تمام. دلوقتي زي ما احنا شايفين طبعا عملت البتنجان كده زي ما احنا شايفين، قلبته في الدقيق. دلوقتي بقى هنقليه في الزيت زي ما عملنا في البطاطس. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده، دلوقتي كمان هنقلي البتنجان وبعد كده هنقلي الفلفل كده زي ما احنا شايفين. هنقلبه بقى كده زي ما احنا شايفين كده استوى من الجنب ده، هنقلبه على الجنب التاني. كده زي ما احنا شايفين دي اللحمة طبعا المتعصجة. دلوقتي انا اللي عايز حابب طبعا الطريقة على القناة عندي اتفرج عليها، عاملة فيديو وهي زي ما قلت لكم كده احنا بنجيب نص كيلو او على حسب ما انتوا عايزين اي كمية لحمة، وبعد كده بنحط شوية زيت او معلقتين 3 زيت مع معلقة سمنة ونشوح فيها اللحمة، وبعد كده نكون زي ما قلت لكم بشرين مثلا او عاملين في الكبة بصلتين. بعد ما تستوي شوية اللحمة نحط عليها البصل ننزله عليها، وبعد كده نحط التوابل طبعا بشر جوز الطيب، فلفل اسمر، ملح بس، ونسيبها تتعصج، وبعد كده خلاص نسيبها تهدى شوية، بعد كده نستعملها بقى. كده زي ما احنا شايفين خلصنا كمية خلاص البتنجان قليناه. دلوقتي بقى هنقلي الفلفل. كده زي ما احنا شايفين احنا بنقلي الفلفل. كده زي ما احنا شايفين احنا بنقلي الفلفل. وكده الفلفل بعد ما اتقلى طبعا احنا ما حطيناش في الدقيق لحد يفتكر احنا حطينا في الدقيق، احنا طبعا قليناه على طول. دلوقتي زي ما احنا شايفين احنا جبنا الطاجن. دلوقتي هنحط فيه من الصلصة اللي احنا عملناها كده زي ما احنا شايفين. بسم الله. كده حطينا طبقة صلصة، هنحط عليها طبقة بتنجان. بسم الله. زي ما احنا شايفين كده هنمشي بقى بالخطوات دي كده. نغطي كل الصلصة كده زي ما احنا شايفين. كده هنحط رق بطاطس زي ما احنا شايفين كده. كده زي ما احنا شايفين خلصنا الكمية. كمان هنحط رق فلفل زي ما احنا شايفين كده. كده حطينا رق الفلفل. دلوقتي بقى هنحط اللحمة وهنحط عليها صلصة. كده زي ما احنا شايفين احنا حطينا رق لحمة مفرومة زي ما احنا شايفين كده. بسم الله. هنحط دلوقتي عليه صلصة كده. كده زي ما احنا شايفين. دلوقتي بقى هنكرر تاني بقى نحط البتنجان والبطاطس كده والفلفل، وبعد كده دلوقتي نحط رق بتنجان تاني من فوق نحط عليها صلصة زي ما احنا شايفين كده. هنكمل بقى زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هنكمل بقى البتنجان تاني زي ما احنا شايفين كده. زي ما احنا شايفين دلوقتي بقى هندخلها الفرن على درجة حرارة 180 حوالي ربع ساعة بس او تلت ساعة تحمر، بس عشان هي اوريدي كلها مستوية كده. زي ما احنا شايفين طاجن المسقعة باللحمة المفرومة بجد تحفة، يا ريت تجربوه. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة.
وكده المسقعه بعد ما اتغرفت وبالهنا والشفا، يا ريت تجربوها.